رحبوا معي بضيوفي في استوديو الهواء. من على يميني الأستاذ والأخ العزيز والزميل الجميل الرائع الأستاذ محمد يحيى من إقليم كردستان. دكتور محمد، باعتبار ما سيكون إن شاء الله باعتبارك باحث ماجستير، ونور الدنيا ورمضان كريم. أهلا وسهلا، بارك الله فيكم، تشرفنا بكم. نحن من تشرفنا كثيرا وسعداء على تلبية الدعوة، ونحن أسعد. ربنا يبارك فيك. سيد محمد، قبل ما ندردش ونتكلم في العادات والتقاليد، قول لنا ايه الشياكه ديت والحلاوه ديت؟ اهلا وسهلا، والبدل الجامده ديت على جمالكم. لا، احنا هنطلع من الحلقه بعروسه على طول. اهلا وسهلا، ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. الله يرضى عنك. اسال الله ان الله ينظر الى ما في قلوبكم وليس الى صوركم. نعم. فنسال الله ان يعني ربنا يتقبل. ان يتقبل. اللهم امين يا رب العالمين. سهلا. وجود حضرتك في مصر من كم سنه تقريبا؟ تقريبا من 5 سنين. من 5 سنين. نعم. أنا درست معهد أربيل الأزهري في إقليم كردستان العراق، الإعدادية والثانوية، وبعد ذلك مباشرة بمنحة من فضيلة الإمام شيخ الأزهر الشريف، أسأل الله أن يحفظه، أعطانا منحة أننا نكمل الكلية هنا في جامعة الأزهر. والحمد لله درست هنا 4 سنوات في كلية الشرع والقانون وتخرجت فيه، والآن السنة الأولى لي في الدراسات العليا في ماجستير في قسم القانون الخاص. ما شاء الله تبارك الله. بتتكلم العربية بسهولة يا سيد محمد، وتستشعر يعني، أو المشاهد الكريم الذي يتابعنا الآن يستشعر أنك ولدت تتحدث بالعربية، يعني حتى في انتقاءات الألفاظ بين الصائب والأصوب هو قال تخرجت فيه ولم يقل تخرجت منه، وهذا هو الصحيح. يعني إحنا كعرب وكمصريين بنقول أنا تخرجت من كلية كذا، في حين أن ده غلط، لكن هو قال تخرجت في كلية كذا، وده الصحيح كما يقولون يعني أهل التخصص. قصتك بقى مع العربية بدأت إزاي، أو إزاي تعلمت العربية بهذه الطلاقة؟ والله اللغة العربية عندنا أولا كمسلمين، وثانيا أننا يعني عاداتنا وتقاليدنا وثقافاتنا، نحن متعايشين مع إخواننا العرب في العراق، فهذا كلها لديها تأثير. والذي كان عليه تأثير يعني بالغ كان أبي رحمه الله، كان شيخ وكان عنده تأثير علي، أنني تعلمت وتربيت على يدي ودرست الفقه الشافعي تحت يديه. وبعد ذلك الدرجة الثانية أن الأزهر الشريف يعني كان عنده تأثير علي، أنني تعلمت اللغة العربية، وكان لدينا، تذكر أننا لدينا 3 أساتذة من أساتذة الأزهريين المصريين أتوا إلى العراق إلى كردستان ودرسونا اللغة العربية والتفسير والقرآن الكريم، فتعلمنا من هذه الطريقة. وبعد ذلك نحن نمجد اللغة العربية، لأن اللغة العربية لغة القرآن الكريم، ولغة الإسلام، ولغة أهل الجنة. لغة أهل الجنة. نعم. فالحمد لله يعني نحب هذه اللغة، ربنا يجعلك من أهل الجنة. ربنا يحفظك يا رب. أنا من شرف. أستاذ محمد، موجود في مصر بقالك 5 سنين، صح كده؟ إيه أكتر الأماكن اللي حضرتك زرتها في مصر؟ والله الأماكن الذي زرتها كثيرا هنا، أنا بنفسي أحب الأماكن يعني التراثية القديمة، من المتاحف ومن الأماكن التراثية القديمة مثل الأهرامات، مثل قلعة صلاح الدين. واحنا في الطريق كان بيقول له يا سيد عثمان، صلاح الدين الكردي مش الأفغانستاني. والله ليس هناك فرق، ولكن شرف لنا يعني أننا أحفاد صلاح الدين الأيوبي. وإلا كان هناك القيادات الإسلامية يعني قيادات كبيرة جدا في أفغانستان. نحن نفتخر بهم دائما. وأيضا من الأماكن التي أنا زرتها هنا الجامع الأزهر الشريف، يعني دائما قلبنا متعلق به. وكان زمان في أيضا في رواق، وخاصة كان في رواق باسم الأكراد، رواق الأكراد. صحيح. فهؤلاء الأماكن أنا زرتها كثيرا ولا زال يعني أزورها. هل ذهبت إلى أماكن خارج نطاق القاهرة؟ نعم. أين؟ اسكندرية. اسكندرية. نعم.
بورسعيد، وزرنا الغردقة ما شاء الله. يعني محافظات أخرى أيضا يعني زرناها، زي مثلا كفر الشيخ. كفر الشيخ، نعم. أي دسوق. نعم. أي محافظة هي أو أي زيارة هي الأفضل بالنسبة لك من بين هذه المحافظات؟ والله يعني الذي أنا أحبه دائما، لأن يعني بطبيعة الحال نحن كأكراد يعني لدينا مقولة مشهورة نقول لا صديق لنا إلا الجبال. لا صديق لنا إلا الجبال. إلا الجبال. فنحن دائما نحب الطبيعة. وأنا بنفسي أحب حياة الأرياف. لذلك يعني أنا رحت الذي يعني أعجبني جدا أنني رحت كفر الشيخ ورحت دسوق وشفت المزارع هناك، ورأيت يعني قلوب طيبة وناس طيبين ما شاء الله عليهم. الله يبارك فيك. فنحن دائما نفتخر بهذه النماذج الجميلة في المجتمع المصري. هل تعرف الفسيخ؟ المخرج بيسألني السؤال ده. نعم، الفسيخ هذا مشهور على ما أظن يعني أن المصريين هل أكلته؟ لا. والله حقيقة لا، ما أكلته، ولكن على ما أظن أن المصريين يأكلونه في شم النسيم. نعم. هل هذا صحيح؟ صحيح. نعم. هم يأكلونه إلى الظهيرة، ومن بعد الظهيرة بقى عربيات الإسعاف تشتغل بقى. والله أنا يعني أطلب السماحة أنني لا أدري، يعني لما أشم رائحة الفسيخ يعني يزعجني. معليش، فلا أدري هل هذا طبيعة الأكل أو شيء من التراث القديم المصريين تعودوا عليها. نعم. فحتى تتعود على هذه الأكلات صعب يعني. هو في حاجة، هو الفسيخ طول ما أنت بتشم ريحته بيزعجك، لكن أول ما تبدأ تاكل بقى هتتعايش معاه وهتتأقلم، مش هتشم الريحة خالص. والله. وربما ما تشمش نهائي يعني، بس أنت تبدأ تاكل يعني. إن شاء الله نجربها في المستقبل. إذا أنت سعيد بزيارة كفر الشيخ تحديدا. نعم. شرف لنا على فكرة. أنا بالمناسبة من كفر الشيخ أصلا، ما شاء الله. الموطن. ما شاء الله. وشرف كبير كبير جدا ان اسمع الكلام ده في حق بلدنا، ما شاء الله، في حق محافظة كفر الشيخ. اذا كانت هذه الحلقة انتهت فعليا، ففي جزء تاني لهذه الحلقة نشرف بدوما البقاء معكم. شكر مؤقت لضيوفي الذين سألتقي بهم في الحلقة القادمة مشيئة الله تعالى. الحبيب الأستاذ محمد يحيى من إقليم كردستان، شكرا لك سيد محمد. الحبيب الغالي الأستاذ الدكتور عثمان نورستاني، تحياتي إليك. يا صاحب القلب الجميل قوي أميدو إبراهيم، حياكم الله. شكرا مقت لكم أيها السادة، أنتم أيضا إلى أن نلقاكم مرة أخرى. شكرا معتز مسعود وكل الرفاق، تفضلوا دوما بالبقاء معنا. أرق المنى محمد الشاعري، وحييكم إلى أن نلقاكم، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله